عارف اللحظة اللي بتحس فيها إن الدنيا ضاقت؟ مشكلتك في الشغل، خناقة في البيت، توتر داخلي، وفجأة بتلاقي نفسك بتطلب أكل أو ماسك سيجارة. ده اسمه التعويض العاطفي. والدكتور بقى ألان شتاينر قال إن الإنسان لما بيحس بضغط عصبي الجسم بيفرز هرمون الكورتيزول. الكورتيزول بيرفع مستويات التوتر، والمخ في اللحظة دي بيدور على أسرع وسيلة راحة مؤقتة. في الحالة دي الأكل الجاهز أو السجاير مش مجرد عادة، دول وسائل لمواجهة التوتر بس بشكل خاطئ. وفي دراسة بقى عملها جورج هوبر أثبت إن الأكل اللي فيه دهون عالية وسكر بيدي دفعة سريعة من مواد بتحفز مراكز الراحة في الدماغ، وده بيخدع الجسم إنه ارتاح في حين إن التوتر لسه موجود وما اتحلش. اللي بيحصل إنك بتخدر الألم مش بتواجهه. يعني باختصار بتعالج العرض مش السبب. والغريب إن الجسم بيبدأ يربط ما بين التوتر والحل ده. يعني كل ما بتتوتر تلاقي نفسك تلقائيا يا بتطلب أكل أو تطلب سيجارة. وده بيعمل نوع من البرمجة العصبية اللاواعية، بتربط مشاعرك بمخارج مؤذية، وكل ما التوتر بيزيد الإدمان بيزيد أكتر. في مصطلح نفسي اسمه الاستجابة المشروطة، وده شرحه عالم النفس بافلوف، اللي أثبت فيه إننا ممكن نتعود على ربط حاجات ببعض. زي الكلب مثلا لما بيربط صوت الجرس بالأكل، انت كمان ربطت توترك بالأكل أو التدخين، وده محتاج تفكيك. طب والخلاصة؟ أول حاجة راقب رد فعلك. كل ما تتوتر اسأل نفسك، أنا دلوقتي محتاج حل ولا محتاج أهرب؟ تاني حاجة بدل الوسيلة، بدل ما تطلب أكل امشي شوية، اكتب، نفس عن اللي جواك. وتالت حاجة خلي عندك وعي لحظة بلحظة. الوعي هو السلاح الأول ضد التعود. واعرف إن اللي جسمك محتاجه مش وجبة، انت محتاج راحة نفسية حقيقية. أنا مخلص جويش، وهي دي بقى الخلاصة.